اللي قدامك ده يا صاحبي مدافع اكيد بتشبه عليه مدافع. لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي دلوقتي ايه رايك اجيب لك مدافع يقعد معاك في قرب السنتين تقريبا ومش هتفتكر له اي اخطاء غير غلط قدام واحد من ابرز مهاجمين العالم وتحديدا ليفاندوفسكي في مباراه ممكن تحصل ما بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ، غير كده مش هتقدر تفتكر له اي غلطات تانية. طبعا كمشجع اهلاوي هقول لك هات لي المدافع ده دلوقتي، لان وقتها هنكون بنتكلم عن مدافع كلما وجدت مهاراته على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. الكلام هنا عن مين؟ عن بدر بنون السلطان المغربي لاعب النادي الاهلي السابق اللي رجعت اخبار تربطه بالعوده مره ثانيه للنادي الاهلي من خلال عرضه على اداره الفريق من بعض وكلاء اللاعبين تواجده مع الفريق خلال صيف 2024. والسؤال هنا المهم جدا اللي جايين نجاوب عنه في حلقه النهارده هو بدر بنون جه في ايه للنادي الاهلي ومشي في ايه؟ وبدر بنون هل من الممكن ومن السهل التعاقد معاه فعلا؟ ولو جه للنادي الاهلي مره ثانيه ماذا ينتظر دفاع النادي الاهلي بوجود السلطان بدر بنون؟ قبل ما نجاوب على الاسئله دي لا تنسوا المستضعفين من امتنا يا رب انصرهم بنص قريب. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. وبدون اي مقدمات طويله يلا بينا على طول. البدايه مع جمهور النادي الاهلي وتحديدا في نوفمبر 2020 وتحديدا بعد نهايه القاضيه ممكن لما بدر بنون وقتها كان لاعب لنادي الرجاء البيضاوي المغربي وخسر في نصف النهائي قدام نادي الزمالك، وطبعا الباقي كلنا عارفينه. متابعه النادي الاهلي لبدر بنون وقتها ما كانتش لحظيه، النادي الاهلي كان بيتابع بدر بنون قبلها بسنتين وقتها كان منطلق مع نادي الرجاء بسرعه الصاروخ لغايه ما بقى كابتن للفريق، وده اللي كان بياكد ان اللاعب عنده شخصيه قياديه كبيره جدا رشحته ان هو ينتقل لانديه كبيره في اوروبا على راسها نادي ميلان. لكن النادي الاهلي مع فشل تسويق اللاعب في اوروبا النادي الاهلي قدر في الوقت ده ان هو يتعاقد مع اللاعب المغربي في اضافه قويه جدا بالنسبه لدفاعات النادي الاهلي. بدر بنون خلال فتره قصيره جدا مع النادي الاهلي رغم ان كان في انتقادات كثيره جدا للصفقه، خاصه ان اللاعب كان يعتبر اغلى لاعب في دفاعات النادي الاهلي على مدار تاريخه بصفقه وقتها سجلها نادي الرجاء البيضاوي المغربي بقيمه $1,700,000 انه لاعب ما خدش تجارب احترافيه كبيره بره المغرب، وبعد الصيت الكبير اللي خده ان هو ينتقل لاوروبا فضل قاعد في افريقيا مره ثانيه. لكن بدر بنون قدر ان هو يثبت بعد اسابيع قليله جدا من تواجده مع النادي الاهلي قد ايه ان هو مدافع كبير، مدافع بيقدر يتاقلم مع اي نادي، وكانت رحلته سريعه جدا بدايه من مباراه ساوند ديب في الادوار التمهيديه لبطوله دوري ابطال افريقيا وتحديدا موسم 2021 2022. وعايز اقول لك انه يا سبحان الله مع بدايه بدر بنون لمشواره مع النادي الاهلي في البطوله دي كان نهائي البطوله دي هو سبب خروج بدر بنون من النادي الاهلي. بس استنى تعالى ما نسبقش الاحداث. على مدار تقريبا حوالي 20 شهر تواجد فيهم بدر بنون مع النادي الاهلي، لعب في الفتره دي حوالي 52 مباراه مع النادي الاهلي، كان نجم دفاع النادي الاهلي الاول بلا منازع سواء في مباريات الدوري او دوري ابطال افريقيا او بطولتين كاس العالم للانديه اللي هو كان على قوه النادي الاهلي فيهم، لكن شارك في واحده بس لان النسخه الثانيه كان مصاب بدور فيروس كورونا المشهور جدا عن بدر بنون اللي جاله مع النادي الاهلي اللي خلاه غاب حوالي 3 أو 4 شهور، لدرجه ان من سبب اعراض الدور اللي جاله كان في اخبار بتقول ان بدر بنون ممكن يعتزل. بدر في الفتره دي من تواجده مع النادي الاهلي اثبت انه مدافع عنده امكانيات مش موجوده في مدافعين كتيره في الدوري المصري الا مدافع واحد بس سيبنا منه دلوقتي وهنرجع نتكلم عنه مره ثانيه. بدر بنون كان مدافع ممتاز جدا في نقطه الرأسيات سواء دفاعا او هجوما، لاعب بيجيد رؤيه شامله للملعب سواء دفاعا او هجوما، خاصه في الجانب الهجومي من لاعب قلب دفاع بيزيد ده على الجانب الهجومي وعنده تمريرات كاسره لاي خطوط دفاع بيكون متكتل او فريق بيكون متكتل قدام النادي الاهلي، وده اكيد ساعد الاهلي بشكل كبير جدا في مباريات كتير، خاصه ان احنا عارفين معظم الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي فرق بتعتمد في المقام الاول على المستوى الدفاعي. لكن وسط كل الامكانيات دي كانت الميزه الاكبر لبدر بنون واللي ما زالت موجوده فيه لغايه دلوقتي انه مدافع بيجيد قراءه الاحداث وتحركات الخصوم، وده اللي كان بيديله دايما افضليه على اي مهاجم كان بيلعب عليه. وسط مواقف كتيره جدا بدر بنون تفوق فيها بسبب الميزه دي، المره الوحيده اللي فشل فيها ان هو يستغلها كانت قدام نادي بايرن ميونخ في دور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه ضد النادي الاهلي، وفي الوقت اللي كان النادي الاهلي مغلوب فيه بنتيجه 1-0، وفي الدقيقه 85 من عمر الماتش كوره مرفوعه من على الطرف الشمال للنادي الاهلي بدر بنون بذكائه المعتاد انطلق على القايم القريب عشان قبل ما المهاجم يسبق للكوره، لكن وقتها احنا بنتكلم عن ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في البرايم بتاعه، قدر ان هو يخدع بدر بنون وبدل ما يروح على الزاويه القريبه انطلق على الزاويه البعيده ويسجل الهدف الثاني اللي خلص على المباراه وقتها حرفيا. وهنا بقى نيجي لاجابه السؤال بتاع هو بدر جه في ايه ومشي في ايه. بدر بنون زي ما بدا يكسب حب جمهور النادي الاهلي بدايه من مشاركته قدام فريق ساوند ديب في الادوار التمهيديه من بطوله دوري ابطال افريقيا، ووصل مع النادي الاهلي لنهائي بطوله دوري الابطال نهائي كازابلانكا الشهير اللي النادي الاهلي خسر فيه بنتيجه 2-0، وقتها جمهور النادي الاهلي كان متضايق جدا من الظلم اللي وقع على الفريق بسبب الامور التعسفيه اللي حصلت واجبرت النادي الاهلي لعب النهائي على الاراضي المغربيه وعلى ملعب فريق الوداد البيضاوي المغربي ملعب
بيلعب مركب محمد الخامس. والصدمه الاكبر من جمهور النادي الاهلي كانت في بدر بنون لما النادي الاهلي وقتها خسر الماتش عشان تتسرب فيديوهات للمدافع المغربي وهو موجود في غرف خلع الملابس لفريق الوداد البيضاوي المغربي بيهني لعيبته على الفوز. وده ما تقبلوش جمهور النادي الاهلي جمله وتفصيلا، عشان بعدها باقل من 3 أو 4 اسابيع كان النادي الاهلي على موعد بيع بدر بنون بعد الغضب الجماهيري اللي حصل عليه لنادي قطر القطري وبنفس قيمه شراء من نادي الرجاء البيضاوي المغربي بقيمه 1,700,000 دولار. طيب ان كان كل ده من الماضي، نيجي بقى للجديد. النادي الاهلي لو بدر بنون فاده الفتره اللي فاتت دي، هل حافظ على مستواه مع نادي قطر القطري بشكل يخليه لو رجع للنادي الاهلي يضيف ليه مره ثانيه؟ الارقام بتقول ان بدر بنون مع نادي قطر القطري النادي اللي ما بينافسش على بطوله الدوري ولا بيلعب في بطوله دوري ابطال اسيا، يعني نادي اندر دوج، دايما نادي بيتعرض للاختبارات الهجوميه بشكل مستمر على خط الدفاع بتاعه. على الرغم من كده بدر بنون رغم انخفاض قيمته التسويقيه بعد ما انتقل للنادي الاهلي لنادي قطر القطري، الارقام بتقول انه شارك 37 مباراه بشكل اساسي ما شاء الله، وما غابش عن نادي القطري غير في 4 أو 5 ماتشات، اما لتراكم البطاقات او لاصابات عضليه خفيفه. وبدر بنون اللي يثبت ان هو ادى فتره ممتازه جدا مع ناديه، انه وقت ما انخفضت قيمته التسويقيه اخر تحديث حصل لترانسفير ماركت في اخر سنه 2023 رجع قيمته التسويقيه تعلى مره ثانيه ل1,400,000 دولار. وهنا نيجي لسؤال مهم جدا، النادي الاهلي لو فكر ان هو يتعاقد مع بدر بنون هل هيتعاقد معاه بسهوله؟ الواقع بيقول ان في بعض الناس بتختلف حوالين معلومات بدر بنون والعقد بتاعه، وان العقد بتاعه مستمر لغايه شهر 6 2025، والكلام ده مش صحيح. نادي قطر القطري زي ما بعرض عليك كده وقت ما اعلن التعاقد مع بدر بنون اعلن ان التعاقد معاه لغايه شهر 6 2024، وده اللي يعني ان اللاعب دلوقتي موجود في الفتره الغير محميه مع نادي القطري، والنادي الاهلي لو حابب يوقع معاه من دلوقتي على انه ينتقل له مباشره في الصيف ده موجود، وعلى ارض الواقع النادي الاهلي يقدر ينفذه. طيب بالنسبه للراتب، طبعا كلنا عارفين بدر بنون بيتقاضى راتب عالي جدا مع نادي قطر، لكن كون ان اللاعب يعرض عودته على النادي الاهلي مره ثانيه واللاعب كان موجود في الفريق وعارف سياسه الرواتب بتاعته، فده اللي ياكد ان اللاعب متقبل تماما فكره انه يرجع مره ثانيه لسقف الرواتب المطبق داخل النادي الاهلي. طيب ان كان ده تعاقديا، ايه اللي بينتظر دفاع النادي الاهلي في وجود بدر بنون؟ عايز اقول لك بانتقال السلطان مره ثانيه وعودته للنادي الاهلي الفريق هيكون قدامه احتمال قوي جدا ان الاداره هتاخد الخطوه دي وتضحي بمكان من اللعيبه الاجانب عشان هتبيع محمد عبد المنعم لاصرار اللاعب طبعا، وكلنا عارفين على رغبته في الاحتراف الاوروبي خلال الشهور اللي جايه. يعني بوجود بدر بنون لازم هكون متاكد ان محمد عبد المنعم هيخرج والنادي الاهلي يستفيد منه ماليا، ونرجع مره ثانيه لثنائيه بدر بنون وياسر ابراهيم المدافع اللي كلنا عارفين انه رجوله ودايما في المواقف سداد. ان كانت دي حاله من الحالات اللي بنسبه 90% هتحصل لو بدر بنون رجع للنادي الاهلي، هل هتكون متقبلها ومتقبل فكره خروج محمد عبد المنعم ولا رافضها؟ وهل التعاقد مع بدر بنون هتكون شايفه اولويه عشان ندعم الدفاع بمدافع متميز على المستوى العربي او الافريقي؟ ولو عندك مرشحين تانيين حابب نتكلم عنهم في الحلقات اللي جايه سيب لي اسمائهم عشان نعمل عنهم حلقات مفصله. مستني اسمع رايك في التعليقات وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.